تقدر تلقى جوج مزوجين عايشين مع بعضياتهم لمدة طويلة مستقرين ومتفاهمين، ومع ذلك كيكون لحد ديك الساعة ما كيعرفوش بعضياتهم مزيان. الغيرة والحسد يقدروا يجروا الواحد يدير حوايج خارجة على السيطرة. وهاد القصة اللي غادي نحكي لكم اليوم كتجسد المثل ديال انقلب السحر على الساحر. القصة ديال اليوم فعلا صادمة، وإلا بغيتوا تعرفوا وتفهموا مزيان اش وقع بالضبط تتبعوا القصة من الاول حتى الاخر. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد وقضية جديدة. القصة ديال اليوم غادي تدينا لمدينة مكناس، وبالضبط لعند واحد السيد سميتو سعيد. سعيد كانت عنده 25 عام، قاري وخدام وما ناقصو حتى خير، وفي هاد الوقيته كان كيفكر بالزواج، حتى هو بغى يدير دارو ووليداتو ويكون مستقر في حياته. سعيد حط عينيه على واحد البنت اللي سميتها اسماء عجبات سعيد بزاف، كانت بنت زوينه ودرويشه والله يعمرها دار. هاد الجوج بغاو بعضياتهم وتزوجوا على سنة الله ورسوله. كانوا عايشين متفاهمين وفرحانين مع بعضياتهم، وما ناقصهم حتى خير، من غير حاجه وحده اللي كانت ناقصاهم اللي هي الولاد. اسماء وسعيد ما عمرهم ما كانوا رافضين فكره الولاد، فمن نهار اللي تزوجوا كانوا كيتسناو غير فوقاش يكتب عليهم ويولدوا شي بنت ولا ولد، ولكن ما رزقهمش الله، فبقاو من طبيب لطبيب باش يعرفوا شنو المشكل اللي عندهم. وفيما كانوا كيمشيو لعند شي طبيب كيقول لهم ما عندكم والو، وهادشي غير مساله وقت وصافي، وما عليكم غير بالصبر والدعاء. وهادشي اللي خلى لا سعيد ولا اسماء يكونوا ديما ما فرحانينش، كانوا كيحسوا بنقص وفراغ كبير، وبقاو على هاد الحال لمده ديال 3 سنين، حتى لواحد النهار وفي الوقيته ديال النعاس اسماء وسعيد كانوا ناسين حتى هاد جوج فاقوا على دقان بالجد في الباب. اسماء تخلعت قالت لي شكون اللي يكون كيدق في هاد الليل. سعيد قال لها الله يسمعنا خبر الخير، وناض سعيد وفتح الباب، وهنا كانت المفاجأة. سعيد صدم من المنظر اللي قدامه، لقى واحد البنيته صغيره محطوطه قدام باب الدار، يلا تكون عندها شي 3 شهور هكاك، وما معاها حتى واحد، بوحدها في داك الليل وداك البرد. سعيد تلفت يمين وشمال على الله يكون شي واحد ويسولو واش هو اللي حطها هنا. ما لقى حد، هز ديك البنيته ودخلها لعند مراتو، قال ليها شوفي اش لقيت. مراتو قالت ليه ويلي شكون هادي وفين لقيتيها؟ سعيد عاود ليها كل شيء، وعاود ليها باللي البنت باينه باللي متخلى عنها، يعني والديها سمحوا فيها، وقال لها احنا باللي معروفين ما عندناش الولاد وميسورين ماديا، تقدر تكون ما حطاتها عندنا ومشات. قال لها دابا اش نديرو؟ كان مراتو بقات كتشوف فيه، قالت لي راه خصنا نمشيو عند البوليس ونعاودوا ليهم اش وقع ونعطيوهم البنت. سعيد هنا قال ليها شوفي احنا دابا 3 سنين وحنا مزوجين وباقي ما عندنا لا ولد لا بنت، ما عرفتي هاد البنيه تكون رزق من عند ربي، وجانا هاد الرزق بهاد الطريقه، وانا عارفه اني شحال باغي الولاد. اسماء بقات كتفكر، وسعيد زاد قنعها، ومعها حتى هي كانت باغا الولاد فوافقت، وقالت ليه واخا ولكن نتسناو ونشوف واش ما غادي يسول فيها حد. وفعلا داكشي اللي كان، بقاو كيتسناو حتى واحد ما سول ولا سقسى على هاد البنت، فخلاوها عندهم وسماوها هاد البنت لبنى. وهنا اخيرا تحققت الامنيه ديال اسماء وسعيد، ولات عندهم بنت، كانوا فرحانين بها بزاف ومهلين فيها وما مخلينها ناقصه من حتى شي حاجه. وبقى الحال على ما هو عليه حتى دازت المده ديال 2 عام. وهنا كانت المعجزه، اسماء وسعيد واخيرا ربي غيرزقهم ببنت. وهذا الشيء كان غير ما زاد فرحتهم. هاد البنت سماوها لطيفه، ومن بعد عاوتاني غادي يتزاد عندهم ولد، هاد الولد سماوه وليد. هنايا الامور كانت مزيانه، سعيد واسماء كيبغيو بعضياتهم، ومن بعد عناء وحرمان ربي رزقهم بالولاد، وكانوا عايشين بخير وفي الراحه والهنا. واسماء ما كانتش كتفرق بين ولادها، كانت مهليه فيهم كاملين وكتبغيهم كاملين، ولكن كيف ما كان الحال كيبقاو ولادها اللي من صلبها هما اللي في المرتبه الاولى. اما بالنسبه لسعيد فحتى هو كان كيبغي كاع ولادو، ولكن كان عاطي الاهتمام اكثر للبنى. اسماء لاحظت هادشي وما عجبهاش الحال، وكانت ديما كتنوض معاه الصداع وكتقولي علاش كدير هكا وكتفضل لبنى على ولادك، ولكن هو كيقولها راه غير كيجيب لك الله، كان عاملهم كاملين بحال بحال، ولكن راه حتى ديتها فيها اكثر راه غير حيتاش كتبقى فيا البنت يتيمه مسكينه، وما كنبغيش نخليها تحس بالنقص. ولكن اسماء ما بغاتش تدخل هاد الهضره لراسها. وهنا بداو كيكبروا الوليدات ووصلوا للمرحله الثانويه. لبنى كانت تبارك الله عليها متفوقه بزاف في القرايه، كانت قرايه بمعنى الكلمه، عكس لطيفه ووليد اللي كانت قرايتهم على قد الحال ماشي شي حاجه، واخا هم ما خلاش في المدارس ليهم السوايع، ومع ذلك كانوا لا مقارنه قدام لبنى.
وهنايا بحال مشاعر الحقد والغيره بداو كيكبروا عند اسماء من جهه لبنى، ولات كتغير منها وكانت كتشوف سعيد كيفاش كيتعامل مع لبنى، كيفاش ديما مخرجها معاه، وبعض المرات كيخرجها من الصباح حتى للعشيه. اسماء كتعصب وكتقول ليه خرج حتى لطيفه ووليد، علاش مخرجها غا هي؟ كيقول ليها لا وراه كان عندي شي غرض وديتها معايا وصافي، الاخرين حتى المره اخرى ونخرجهم. اسماء ما كانش كيعجبها الحال بالمره، وبقات كتسول لبنى فين كتخرجوا فين كتمشيو. لبنى كتقول لها حتى شي بلاصه وما كتعطيها صحه الاخبار. اسماء شكات بلي سعيد كيمشي لعند شي مرة اخرى وكيخونها، بقات كتفكر اش دير ما دير. هنا قررات غير تشوف سعيد خرجوا معاه لبنى تبعهم، وفعلا داكشي اللي كان. واحد النهار سعيد خرج ودا معاه لبنى. اسماء ديك الساعه لبست عليه اللي كان وتبعاتهم. اسماء وهي تابعه سعيد فواحد الوقيته شافتهم وقفوا ودخلوا لواحد الدار. اسماء تعصبت وصافي، هنا تاكدت من الشك ديالها، تاكدت بلي سعيد كيخونها. ولكن هنا قالت من اللي كيخونها علاش كيدي معاه لبنى؟ استغربت ولكن بغات تاكد، فقصدات ديك الدار دقات، وهنا خرج عندها واحد الولد. قال السلام عليكم واش حب الخاطر؟ قالت ليه واش كاين سعيد لداخل؟ قال ليها شكونتي؟ قالت ليه كلموا ليا. فعلا الولد كلم سعيد. سعيد تصدم فاش شاف مرتو قدامه، قال لها اش جيتي كديري هنا؟ اشنو واقع؟ قالت ليه انت اللي اش كدير هنا وديال من هاد الدار اللي داخل ليها. سعيد بقى كيهتن في اسماء وكيقول ليها نعاود لك كلشي غير خلينا نمشيو للدار. قالت ليه والو، ما نمشي من هنا حتى ندخلوا نعرف شنو كاين. ملي دخلت اسماء بزز من سعيد لديك الدار، غادي تلقى واحد الراجل اللي كيبان كبير في السن وجالسه حداه لبنى. السيده بقات غير كتشوف، ما عرفت لا ما تقدم ولا توخر. سعيد حاول مره اخرى يقنعها باش يمشيو للدار، ولكن هي قالت لي ما غنمشيش من هنا حتى تقول لي اش واقع. ايوا هنا غتكون صدمه العمر. سعيد قال لمراتو شوفي انت عارفه فاش تزوجنا انا شحال كنت حامق على الاولاد، وملي ما ولدتيش انا صبرت حتى صبرت، وفي الاخر مشيت وتزوجت مرة اخرى. هاد المراه بالفعل حملت، وفي الوقيته اللي كانت كتولد غادي تتوفى حيت جاها نزيف شديد مفاجئ. ولكن الاطباء قدروا يعتقوا البنت، وهاد البنت هي لبنى. قال ليها لبنى بنتي وانا ما قديتش نسمح فيها، وما كان اللي غادي يقدر يربيها ويتهلا فيها احسن من ماما مرتي الثانيه كانت ميته، وباها ما غايعرفش كيفاش يربي بنت صغيره، ويا ربي غير يتكافى مع ولادو الاخرين. وعاد خوتها كانوا باقين صغار، فما كان عندي كي ندير الا ونجيبها لعندي للدار، وخصوصا في ديك الوقيته ما كانوش عندنا الولاد. وقال لها بلي اتفقت مع نسيبين اللي هو جد لبنى باش يجي يحطها في الليل حدا باب الدار ويدق ويمشي في حاله باش تسحب ليك باللي موت خلات عليه. وهنا تبين السبب على سعيد كانت عزيزه عليه لبنى بزاف، وكان كيفضلها على ولادو الاخرين، وهذا الشيء كان باين حتى من تصرفاته. اسماء ملي عرفت هذا الشيء تصدمات، وديك الساعه خرجت من الدار بلا ما تقول والو. هنا سعيد تبعها وبقى كيبردها حيت كانت معصبه بزاف وكتبكي. بقى كيطلب منها السماحه، ولكن هي كانت معصبه بزاف وكرهاته هو وبنته، وهنا غتبدل علاقتهم بالمره. اسماء ما بقاتش حامله سعيد وما بقاتش كتثق فيه، ولاو بيناتهم المشاكل بزاف، ولات ديما كتنوض معاه الصداع على اتفه الاسباب، وحتى من معاملتها مع لبنى ما بقاش كيف ما كانت. ملي عرفتها بنت ضرتها ما بقاتش كتحملها وكدوي معاها غير بالخايب، ما بقاتش كتحمل فيها الشعره وحرشت ولادها عليها. وهنا اللي غيزيد الطين بله هي فاش غادي تعرف بلي سعيد كتب لبنى حقها في الورث، حيت سعيد فاش شاف ولادو ومراته ما كيحملوش لبنى خاف لا يتكرفصوا عليها ملي يموت، وعطاها حقها بالعدل وخلى حتى حق ولادو الاخرين. ايوا هنا داكشي اللي بقى الاسماء عاد ما زاد كمل، تفقصت وما قدتها فقصه وما عجبهاش الحال بالمره. وهنا وصلت بها الدرجه انها تقول سعيد ما بقيتش باغا بنتك، خاصها تخرج عليا من الدار. سعيد بطبيعه الحال غادي يرفض، قال لها ما يمكنش، هذيك راها بنتي وبحالها بحال لطيفه ووالد وما يمكنش نجري عليها. هنا قالت لي ايوا ملي فضلتي بنتك علينا ايوا بصحتك بها. وهي تهز حوايجها وولادها وخرجت من الدار ومشات نيشه لدار والديها وبقات جالسه فيها لمده طويله. سعيد عيا ما يسايس وعيا ما يحذر وسيروا اجي عندها على الله تنعش الشيطان وترجعها، ولكن هي بقات منفخه وهزت نفرها للسما وحلفت لا رجعت حتى تخرج لبنى من الدار. راجلها ملي شافها معكسه بحال هكا عصبات وطلعت ليه في الراس، وهو يرفع عليها دعوه الطلاق وقرر يعاود يتزوج بمرة اخرى. ايوا هنا اسماء ملي عرفت بلي راجلها باغي يتزوج وتاكدت من صحه الاخبار، ديك الساعه وبلا عكزه عليها ناضت وهزت ولادها ورجعت لدارها وقالت ليه احكا ما حكا انا اللي كنت غلطه،
وحتى انت راه خصك تعذرني وتحس بيا، وراك انت اللي خبيتي عليا باللي عندك بنت من مرة اخرى وعزتي جبتيها ودخلتيها حتى لقلب داري، وانا هاد المده كامله وانا مقلوبه عليا القفه وما سايقه اخبار. كان خصك تصارحني من الاول. المهم دابا الله يسامح ونبداو صفحه جديده ونساو اللي فات. سعيد ملي سمع هادشي فرح وما قداتو فرحه، وقال صافي مراتو سمحات ليه وغادي تقبل بنته وغادي يتجمعوا كيف الاول. المهم وفعلا بقاو مكملين حياتهم عادي بحال ما وقع والو. ولكن هنا اسماء كانت باقا حاقده ديال بصح على لبنى وسعيد وبغات تنتقم منهم. بقات شحال وهي كتفكر كيفاش دير حتى تهنى منهم، حتى لواحد النهار ومع الصباح ناضت اسماء كتوجد الفطور كيف العاده. حطات الصينيه فوق البوطاجي وحطات فيها كيسان ديال القهوه وحطات الفطور حتى هو تماك، وخرجت من الكوزينه على اساس تقضي شي حاجه. وهي راجعه للكوزينه غادي تلقى بنتها لطيفه كتاكل فطورها وكتشرب القهوه. اسماء بقات كتندب حناكها وكتقول لها اش كديري. لطيفه هنا استغربت قالت لها كنفطر. هنا اسماء توترت ديال بصح وبقات كتقلب في الصينيه. ايوا هنا اسماء ناضت كتبكي وكتغوت. منين راجلها والولاد سمعوا الغوات جاو كيجريو. قال لها راجلها مالكي اش واقع؟ واسماء بقات هنا غا ساكته وكتبكي وهي تقولي خصنا دابا نديو بنتنا للطبيب ونعتقوها قبل ما تضيع منا. سعيد ما كان فاهم والو، كيقول لي علاش نديوها للطبيب اش واقع؟ سعيد ما كانش عارف المصيبه اللي دارت اسماء. اسماء ملي كانت كتوجد الفطور حطات السم في 2 كيسان ديال القهوه على اساس ملي يتجمعوا على الفطور تحط واحد قدام لبنى وواحد قدام سعيد باش ما ياخذوا حتى واحد من ولادها. وداكشي اللي كانت خايفه منه وضاربه ليه الحساب هو اللي وقع. هي كانت باغا تهنى من لبنى وراجلها حتى صدقت طايحه في هاد المصيبه، وهذا هو السبب علاش اسماء كانت كتبكي وكتغوت. هنا لطيفه شدت على كرشها وبقات كتغوت بكثره الحريق. ديك الساعه والديها ما تعطلوش وداوها نيشان للطبيب وغير دخلوها المستعجلات. ومن بعد ساعات قليله جا عندهم الطبيب قال لهم واش هاد البنت حاولت تنتحر؟ سعيد هنا قال ليه لا علاش؟ قال ليه حيت راها شاربه كميه كبيره من السم. وزادوا قال لهم داكشي اللي ما كانوش باغيين يسمعوا. قال لهم باللي راني درت جهدي وكثر باش نعتقها، ولكن للاسف البنت وفات الله يرحمها. اسماء هنا بقات كتبكي وكتغوت وكتندب حناكه وكتقول انا السبب انا اللي قتلت بنتي. سعيد هنا ما فهم والو، ما حيلتو البنت اللي عاد ماتت ولا المرت اللي ما فهمش اش كتقول. قال ليها كيفاش اش كتقولي؟ قالت لي انت السبب في هادشي كامل اللي وقع لينا. هنا بطبيعه الحال دخلوا البوليس هزوهم وداوهم للمركز وبداو معاهم التحقيق. اسماء اعترفت بكل شيء وهنا تقدمت للمحكمه توجهت ليها تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وتحكم عليها ب25 عام ديال الحبس. وبطبيعه الحال راجلها طلقها وحتى من ولدها وليد ما بقاش كيمشي يزورها بسبب الغيره والحسد تسببات في الموت ديال بنتها، وعاد كانت باغيه تصفيها لراجلها وبنته. وكيف ما كيقولوا من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. هاد القصة عبرة لمن لا يعتبر واللي كيسحب ليه باللي الانتقام غينفعو في شي حاجة. القصة هنا سالات، نتلاقاو في فيديو جديد وقضية جديدة إن شاء الله.